النهارده فيديو بقى مختلف جدا من الفيديوهات اللي بسطتني قوي، لدرجه ان انا من كتر الفرحه قمت صورت لكم الساعه 2 بالليل. انا طبيعي ما بصورش بالليل خالص، بنصور بالنهار عشان ضوء الشمس وكده. بس من كتر الفرحه بقى قمت جاري وقلت لازم مش هفتحهم غير معاكم. اخويا فاجئني الساعه 2 بالليل بشويه حاجات جايبها لنا هديه علشان القناه، تقريبا صعبت عليا. قبل اي حاجه وقبل ما نشوف الحاجات اللي هو جايبها لي، ما تنسوش بقى تدعموني بلايكات كتير وشير وكومنت عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وتعالوا نشوف جاب لنا ايه. اول حاجه جاب لنا بوتاجاز كهرباء. هو بيقول لي ان هو سأل على افضل حاجه موجوده، وقالوا له ان مفيش يعني احسن حاجه دلوقتي موجوده غير البوتاجاز ده نازل جديد. هو من فريش، بوتاجاز كهرباء بيسخن بسرعه جدا وما بيسحبش كهرباء كمان، ودي طبعا حاجه لطيفه قوي، يعني دي حاجه كويسه. وكمان ان هو بيسخن بسرعه دي برضو حاجه كويسه قوي، لان معظم بوتاجازات الكهرباء لازم بنقعد فتره معاها عقبال ما تسخن. عايزنا بقى نطور من نفسنا وعايزنا يكون شكلنا احسن قدامكم. وطبعا يعني الراجل صارف ومكلف، لازم بجد يعني تدعمونا. اهو تعالوا بقى نجربه مع بعض. انا بمسحه كده لان مطرح ايديهم بقى هم بيشيلوه بيجربوه له هناك، فايديهم علمت عليه. شكله لطيف، شكله حلو، هو كله سوا واحد، مفيش حاجة بارزة فيه. هنبدأ بقى نشوف جاي معاه ايه. هو جاي معاه الضمان، يعني اهو ده جاي معاه الضمان بتاعه. طبعا الضمان ده بنعينه عشان لو اي حاجة حصلت بنبدأ ان احنا نكلم الشركة وبنوصله لهم بالضمان ده. تمام. فخلاص هنعينه. جاي لنا كمان الكتاب اللي هو ازاي نستخدمه. في منه موديلين على فكرة، اللي هو الموديل اللي هو معانا اللي هو جابهولنا، والموديل التاني بيبقى عينين اهو. يعني بتبقى ده اللي هو عين واحدة، ده اللي احنا هنستخدمه. وفي اللي هو عينين، اتنين عين. ده نازل جديد على فكرة، يعني الموديل ده نازل جديد، مش ما كانش موجود قبل كده. فعلى حظنا بقى، يعني شوف ربنا بيحبنا. ربنا بيحبنا بجد. وكاتبين بقى شوية ارشادات جوه كده ازاي نستخدمه وازاي ننضفه. طبعا ما نحطش عليه حاجة باردة وهو سخن. وهو سخن مينفعش نحط عليه حاجة باردة خالص لان هو ازاز، خلي بالكم. وهنشوف طبعا مع الوقت اذا كان عملي ويستاهل ولا لا. بس فعلا من الحاجات اللي بسطتني قوي، شكله حلو، انا بحب اللون الاسود البلاك دوت. وبيلفت نظري قوي، اللي بيحب اللون الاسود زيي يقولي في الكومنتات. ليه سرعات طبعا، يعني السرعات على حسب احنا عايزين سرعة عالية ولا سرعة قليلة. طبعا دي من الحاجات برضو الكويسة جدا، لو عايزين ما بيبقاش سرعة واحدة، لان برضو معظم بوتاجازات الكهرباء بتبقى سرعة واحدة. فلا دوت احنا بنعلي وبنوطي الحرارة زي ما احنا عايزين. تعالوا بقى نجربه كده، نحط الفيشة ونشوف كده فعلا بيسخن بسرعة ولا لأ زي ما هو بيقول. يعني شوفوا جايب لنا هدية، وبرضو ايه، لازم نطلع، يعني لازم نجرب برضو، يعني هناخد هدية كده لازم ننبسط. بس بجد والله شكله شيك جدا. بصوا اول ما حطيت الفيشة اصلا هو كان على، يعني كان مفتوح على اعلى حاجة، فلقيته سخن على طول. فانا وطيته، طفيته خالص. وهنبدأ بقى ايه، اعلي الحرارة واحدة واحدة. والله عايزة اقول لكم ان انا اول ما شغلته في صهد طالع عالي جدا، دي كده اوطى حاجة. يعني اللي انا مشغلاها دلوقتي دي اوطى حاجة. طبعا محطوط ان احنا مينفعش نحط ايدينا. حطيت ايدي حوالين العين دي، لقيتها مش سخنة. وطبعا دي حاجة بسطتني، يعني دي حاجة آمنة، ده من الأمان بتاعه. فان هو لو ايدينا جت عليه ولا حاجة لا، ما مش هنتلسع، بس العين بس هي اللي سخنة. عليت بقى الحرارة، لو انتوا باصين معايا كده هتلاقوه ان هو احمر بسرعة جدا. شايفين؟ حطيت ايدي طبعا ما استحملتش، يعني شلت ايدي على طول. الاطفال ما ينفعش يبقوا موجودين خالص، ما ينفعش يمسكوا اي حاجه فيها كهرباء، ما ينفعش يحطوا ايديهم. فنخلي بالنا ونركز في الموضوع ده، ومع الاستمرار زي ما بقول لكم هنجربه ونشوف اذا كان حلو معانا وعملي ولا لا. وطبعا الناس اللي بتبقى يعني جربت حاجات كتير في المطبخ وبتبقى عملية، يا ريت يقولوا لي في الكومنتات، ممكن نجيبها برضو ونجربها مع بعض. او يدونا يعني شوية نصايح كده، الادوات اللي هما بيستخدموها واللي انتوا يعني متعودين عليها وكمان عملية معاكم في المطبخ. قولولنا في الكومنتات واحنا نجيبها ان شاء الله ونجربها معاكم لو تستاهل. تعالوا بقى نشوف الهدية التانية، ودي بسطتني قوي قوي برضو، ان كان نفسي فيها من زمان بصراحة.
جاب لنا هاند بلندر مينتا، ودي 1000 واط. برضو قال لي ان هم قالوا له دي افضل حاجة موجودة، وكان نازل عليها عرض. آه ف يعني جابها، وقال كمان ان هي معاها ضمان. وفعلا هنفتح دلوقتي مع بعض اهو. ايوه، الضمان بتاعها اهو زي ما انتم شايفين، معاها شهادة ضمان. دي ميانتا. وميانتا من الحاجات اللي يعني بيقول لك هي زي المونولكس الفرنساوي، هي نفس الشركة بس منزلينها باسم تاني اللي هو ميانتا. ومعاها بقى الكتالوج بتاعه اللي هو ازاي نتعامل معاها، وازاي ننضفها، وازاي نخلي بالنا منها. مش مهم الكلام ده كله، نركنه على جنب وتعالوا نشوف جاي معاها ايه. بصوا انا بفتح العلبة معاكم مش عارفة بتتفتح ازاي اصلا، فوق ولا تحت يعني، لحد ما انا ركزت فلقيتها بتتشال كده وخلاص بكل سهولة. تعالوا نشوف جاي معاها ايه بقى. دوت بتاع طبعا الخلاط، يعني بتاع اللي احنا بنستخدمه بقى في الخلاط. معاها كمان غطا، مش عارفين ده غطا ايه، هنعرف دلوقتي. وطبعا دوت الموتور بتاعها اللي احنا بنركب بقى فيه كل حاجة اهو. هنركنه ده بقى على جنب، نشوف بقية العلبة فيها ايه. وانتوا بقى بتتفرجوا كده ما تنسوش دعموني بقى باللايكات كتير وكومنتات واشتراك وشير حلو كده زيكم، عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. وبشكر كل الناس اللي متابعانا، وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا. معاها زي ما انتوا شايفين كده ده الشفشق بتاعها بتاع الخلاط بقى، وعايزين بقى نعمل عصير او اي حاجة. وده مضرب، ده السلاح بتاع المضرب. ودي مش عارفة بتاعت ايه، شبه بتاعت اللمبة، مش عارفة ايه دي اصلا، هنعرف دلوقتي. ودي بقى اكيد الكبة، يعني ده السلاح بتاع الكبة اهو. هو 1000 واط طبعا مش قليل، يعني 1000 واط دي حاجة كبيرة. وده طبعا الشفشق بتاع الكبة اهو. حطيت السلاح بتأكد بشوف فيها حاجة بلاستيك او حاجة، فما لقيتش، فكده خلاص دي بتاعتها. بشوف بقى في العلبة، يعني حاولت كده ان انا ادور في العلبة يمكن ان احنا ناسيين حاجة تحت ولا فوق ولا اي حاجة، ما لقيتش. خلاص هي دي كده كل المكونات بتاعتها. وتعالوا نشوف بقى نجربها ونشوف هتطلع فعلا تستاهل ان احنا نفرح قوي على الهدية ولا لا. بس بجد بشكره جدا، ومن الحاجات اللي بسطتني حاجات لطيفة. دي بقى طبعا يعني انا كده بالعين حسيت انها بتاعة المضرب، وفعلا طلعت بتاعة المضرب. هنحاول نجربه. بصوا هي بتلف بسهولة جدا، خفيفة، يعني من الحاجات اللي ريحتني في ايدي وانا ماسكاها، عارفين مش مضايقاني. وكمان سهلة، اللي هو بتلفيها تاخد تكة كده خلاص هو كده شغالة معاكي اهو. تشتغل بقى من فوق، لقيتها اشتغلت زي الفل. حلو. كمان بتاع الزرار الاحمر اللي فوق ده سرعات، يعني كل ما انت شغاله بتعلي او توطي. على فكره فيها 7 سرعات او 8 سرعات، يعني فيها سرعات كتير. فكده جربنا المضرب وطلع شغال معانا. تعالوا نجرب بقى الكبه. انا هنا بقى مش عارفه بتتعمل ازاي، فشفتوا هنكسرها من قبل ما نشتغل بيها. هنجرب. ده الغطا بس ما كانش راضي يركب، قلت اكيد في حاجه غلط. طب هو بتاعها اصلا ولا لا، مش عارفه. حاولت بقى، بصوا بعد محاولات كتير قوي عماله احاول، طب هو بتاع الشفشق ولا بتاعها، لقيته لا بتاع الشفشق يعني. تقريبا بقى من كتر الفرحه اللي انا فيها، والساعه 2 بالليل مش مركزه، فمش عارفه ليه مش عارفه اظبطها. طب ده بيتفك ولا ما بيتفكش ولا ايه وضعه، مش عارفه برضو. بصوا بقى، قعدت احاول وقعدت ابص وقعدت اركز، يعني الساعه 2 بالليل بس، يعني مش مستاهله كل ده. وعايزه اقول لكم في الاخر هتطلع الموضوع تافه ومش عارفه فيه ايه. اهو بصوا، موضوع سهل جدا. عمالة ابص، طب ايه، طب اعمل ايه، طب اروح فين، طب اجي منين، طب حد يقول لي اي حاجة يا جدعان. بعدين قررت ان انا احطها بقى في مكانها، وان انا احاول ان انا اركب الغطا بالراحة. بصوا لقيته تركب، ايه ده، موضوع سهل جدا. وحطيت السلاح عليها كده برضو، يعني تكة وخلاص اشتغلت. هجرب بقى ان انا اشغلها، اشتغلت زي الفل. والسرعات برضو من فوق زي ما انتوا شايفين. هنشيل بقى الهاند بتاعتنا كده،
ونجرب سلاح الخلاط. شكله لطيف قوي يعني. انا عشان بس اول مرة اجربها فمش عارفة، بس لقيتها الموضوع سهل يعني، بياخد لفة واحدة اهو وتشتغل على طول. اللي عنده الهاند بلندر دي يقول لنا في الكومنتات كده بيستخدمها في ايه، يعني ايه استخداماتها، وحلوة في ايه ومش حلوة في ايه. انا بصراحة اول مرة اجربها معاكم، وطبعا مع الوقت هقول لكم، يعني طول ما احنا شغالين في الفيديوهات هقول لكم فعلا اذا كانت تستاهل ولا لا. ده الشفشق بتاعها شكله لطيف برضو خفيف، ومعاها المضرب اهو زي ما احنا شايفين، والهاند بلندر اللي احنا بتاع الخلاط زي بيعمل ايه الخلاط، ومرسوم عليها بقى انها بتفرم لحمة وخضار. لو عايزين نعمل بقى حاجات في الكبة وعصاير، لو عايزين نعمل عصير، يعني هي حلو بتضرب بقى الطماطم وكده. فاحنا طبعا مع الوقت هنستخدمها وهنجربها وهقول لكم اذا كانت فعلا تستاهل ولا لا. هنبدأ نعينها بقى، هنلم حاجتنا بقى خلاص. فبجد يعني انا مبسوطة جدا. لا يعني بقالي كتير قوي محدش جاب لي هدية على فكرة، فلما اتفاجئت بالهدية، عارفين انتوا بقى اول فرحة بتاعت ان حد جاب لك هدية فجأة دي، فدي حاجة بصراحة بسطتني قوي. ايا كانت الهدية بتبقى ايه، يعني حتى لو جابولك شوكولاتاية هتفرحي على فكرة، مع انك متبقيش محتاجة، يعني انت فاهمة، بس التفكير في البني ادم طبعا بيفرق كتير جدا. وان هو كمان مركز معانا في موضوع القناة، وان انا يعني شايفني ان انا مشغولة بيها قوي وفعلا عايزة اقدم احسن حاجة، وعايزين يعني يعني أبقى يعني اوصل لكم افضل حاجة ممكن تتعمل. فكنت يعني يعني هو لاقيني فعلا ببذل مجهود كبير جدا في القناة، وان انا عايزة اطورها وعايزين نكبر بيكم ان شاء الله. برضو جاب لنا البولة دي حلوة قوي برضو. على فكرة دي بتدخل الفرن، يعني مش بس بنعجن بيها، لا هي كمان حراري تدخل الفرن. جاب لنا البولات الصغننة دي للصوصات. هو بقى عشان عارف ان انا بحب اللون الاسود ففاجئني بدول. انتوا مش متخيلين انا بعشق اللون الاسود قد ايه. وجايب لي مصافي كمان سودة، يعني والبوتاجاز اسود، فهو كده بيكسب قلبي بصراحة. بجد من الالوان اللي انا بحبها جدا، بحب ابصله، من الحاجات اللي انا فعلا بحبها قوي في المطبخ في اللبس في اي حاجة. فمن الحاجات اللي يعني بتلفت نظري جدا. فكنت مبسوطة وكانت تجربة حلوة. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم.